السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الجرائم التربوية الكتير جدا أمهات وآباء بيقعوا فيها مع أولادهم وأحيانا معلمين كمان، فكرة إن أنا أربط العلم بوقت وبحالة. يعني إيه؟ ذاكر وهنرتاح في الأجازة، ذاكر عشان تحل في الامتحان، هنذاكر علشان ننجح في سنة تالتة، عشان نعدي سنة خمسة، علشان نعدي الإعدادية، عشان نجيب درجة في الثانوية. حاجات شبه كده كلها بتأكد على نفس المفهوم والأفكار اللي بنغرزها غرز في العقل الباطن للأطفال اللي بيطلعوا بعد كده رجالة وستات بعد كام سنة. وهي فكرة إن العلم بيخلص، وإن أنا المفروض أخلص المذاكرة العبء ده عشان أوصل للراحة، لحالة من الراحة والاستكانة. ده خطر، ده غلط. اولا احنا بنذاكر علشان احنا الامه اللي فرض عليها العلم زي فرائض الصلاه والصيام وكده. طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه، فاحنا بنذاكر لان طلب العلم فريضه. بقولها لابني في الحضانه، وبقولها لابني في كيجي، وبقولها لابني في اولى ابتدائي، تانية تالتة خمسة. بفكر ابني كل يوم وهو نازل ان المشوار اللي بيبذله، الشنطه التقيله اللي شايلها، المجهود اللي بيبذله في المدرسه، المذاكره، الحفظ، التركيز، كل شيء بيبذله هو بيبذله عشان طلب العلم فريضه، وعلشان هو بيؤجر على العمل والمجهود ده. تمام؟ ادي رقم واحد. رقم اتنين، احنا بنذاكر عشان احنا أمة اقرأ، علشان احنا الأمة اللي أول كلمة ذكرت فيها في كتابها هي كلمة اقرأ. فاحنا الأمة اللي لازم نقرأ بإيه بقى؟ بالعربي، بالإنجليزي، بالجريجي. نقرأ، نعرف نفتح كتاب ونقراه، هو ده أحد فروض ديننا. فاحنا بنعمل ده من نابع ان احنا أمة اقرأ. احنا بنذاكر علشان احنا الأمة المأمورة بالقوة. يعني ايه؟ يعني المسلم القوي احب عند الله من المسلم الضعيف. قوي في ايه؟ قوي في كل حاجه يا حبيبي. قوي في عقله عن طريق انه يذاكر افضل، انه يروح لمكانه علميه افضل، انه يتعلم حاجات اكتر وافضل. قوي في جسمه عن طريق انه ياكل كويس ويتمرن. قوي في نفسيته عن طريق انه يتعلم مهارات وعلاقات ويتعلم حاجات جديده تخليه نفسيا افضل. فالمسلم القوي احب عند الله من المسلم الضعيف. قوي في فلوسه، يتعلم ازاي يبقى غني، يتعلم ازاي يبقى معاه فلوس بالحلال طبعا. تمام؟ ففكره ان احنا بنذاكر لهدف ان المذاكره تخلص، وزرع النوع ده من الكلام في نفوس العيال، بتخلي عندي جيل كده من بتوع اعدادي وثانوي. لو انا مش عايز اذاكر، انا اصلا هدخل جامعه خاصه مش مستاهله، انا اساسا مش عايزه اتعلم اصلا، فليه يا حبيبتي مش عايزه تتعلمي؟ بصي انا شاطره في كذا، فمثلا هي كانت شاطره في اللغات يعني، فقالت لك انا هشتغل فريلانسر لغات، اصلا هترجم وخلاص، مش محتاجه لا ادخل كليه ولا ثانويه ولا توجعوا دماغي بقى. بصوا انا مش داخل اصلا، مش عايز اتعلم، انا هشتغل مع بابا في المحل، ولا هنزل مع بابا في المصنع، ولا هعمل مش عارف ايه، وهعيش حياتي على كده. ويبدا الام والاب يبرروا حاجات اضعف، اللي هو ايه؟ هتتجوز ازاي وانت معكش مؤهل؟ هتتجوزي ازاي وانت معكيش مؤهل؟ طب هتعملي لما تروح لواحده تتقدم لها تقول انت معاك ايه؟ اصل انت لو ما خدتش مؤهل الجيش هيبقى 3 سنين. شويه كلام يا جدعان، ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ما من الاول احنا زارعين كده، ما من الاول احنا بنخليه يذاكر علشان حاجه، فاول ما بقى ليه حس وعارف يرد ويقول لا الحاجه دي ملهاش قيمه، فقال لك خلاص مش عايزها عشان الفلوس. انا معايا فلوس، انا ورثت من ابويا، انا واخد من فلوس امي، انا مش عارف ايه، اي سبب بقى، مش انت اديت سبب، فبقى بيرد بمنطقيه على السبب. لكن السبب الحقيقي اللي ملوش رد هو ان احنا مكلفين بالامر بان احنا نتعلم. طول ما فينا نفس احنا مكلفين بالعلم، طول ما فينا نفس احنا مكلفين بالسير نحو القوة، والقوة من ضمنها القوة العلمية. تمام؟ فرجاء ما تعملش الجريمة دي في حق اولادك، وراجع تاني قيمك، وراجع تاني القيم اللي بتزرعها في نفوس اولادك، مش الاهداف قصيرة المدى اللي هو يعدي رابعة، يعدي خمسة، يعدي ثانوي. دي كله اهداف قصيرة المدى. التربية ان انا اربي على القيم اللي هي بعيدة المدى. في فرق ما بين ان انا اخد الدكتوراه كهدف وكقيمه. القيمه ما بتخلص، طول ما انا بتعلم بذاكر، طول ما انا عايش بذاكر، طول ما انا عايشه بقرا وبذاكر. فتيجي بنتي تقول لي ماما مش انتي لما تاخدي دكتوراه هتكوني خلصتي كده علم؟ لا يا حبيبتي مش هكون خلصت العلم ما بيخلص. فتقول لي ازاي هو في درجه بعد الدكتوراه؟ مش انتي قلتي لي ان بعد الجامعه، هي بنتي ابتدائي فقعدت تعدهم لي بقى، فاحنا بعد الجامعه في دبلومه وفي ماجستير وفي دكتوراه وخلصنا، فكان لازم اراجع تاني الدكتوراه هدف ولا علم؟ لو علم، العلم قيمه والقيم ما بتخلص.
لو هدف كان جوه قيمه العلم دي، كان هدفي اخلص ثانوي، اخلص جامعه، اخلص كذا، اخلص كذا، لكن العلم ما بيخلص، هفضل اقرا، هفضل اخد كورسات، هفضل وهكذا. فاذا اربطوا اولادكم بالقيم وليست بالاهداف قصيره المدى، وما تقولش كده لابنك على المذاكره والاجازه والامتحانات وخلافه. دمتم تربويين، تصبحوا على خير. احنا بتوع تربيه مع ماجدة عمار. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب لقناه اليوتيوب، ولايك للفيسبوك بيج بتاعتنا. تصبحوا على خير.